تخيل معايا جاك واحد الاتصال من خوك اللي دفنتيه هادي عام، واش غادي تجاوب ولا لا؟ هذه هي القصه ديالنا اليوم. واحد الشخص كان سميتو ياسين، شاب عادي ولكن الحياة ديالو تبدلات من داك المشكل اللي كان وقع بينه وبين خوه امين اللي توفى. واحد المره كانوا غاديين عادي في الطريق، غاديين ناشطين كدا، واحد شويه ناض بيناتهم واحد الخصام، ناضو كيدابزو، راكم عارفين مني منك مني منك. خونا امين فتح الباب، تما غادي تبعو ياسين وبقى كيعيط له اجي والله يسامحك كدا، حتى الله يسر كيتوفى. من داك النهار وياسين عايش غير في الندم. كل ليله كيرجع داك المشهد وكيرد داك السيناريو وكيقول كون غير وقفتو، كون غير هضرت معاه بشويه، كون كاع ما دويتش معاه كاع. واحد الليله هنايا مع الثلاثه ديال الليل، دار ساكته كلشي ناعس، هو جالس مكونيكتي، حتى واحد شويه كيلقى النمره ديال خوه كتصل. ما يمكنش، انا خويا دفنتو هادي عام، كيفاش غيتصل بيا؟ هنايا صافي جاتو الصدمه، كيشوف السميه ديال خوه. صافي هنا القلب ديالو بدا كيضرب، واش نجاوب؟ ولا شي واحد كيضحك عليا اولا غير كنتخايل؟ صافي يديه بردو عليه، ما عرف شنو يدير، ولكن الفضول ديالو كان اكثر من الخوف ديالو. قال ضروري خصني نجاوب. صافي هنايا قرر انه غادي يجاوب ويوقع اللي وقع. في الاول مي جاوب ما كان كيسمع حتى صوت، غير السكات، بحال شي بلاصه خاويه، بحال واحد الصوت كيجينا كيبقى يدير تن. صافي هنايا واحد شويه هو قال هضر، قال له واش انت امين؟ واش هذا انت؟ ولكن الجواب ما كانش عادي، كان غير تخرخيش، واحد التشويش، والصوت بحال شي حاجه كتجري فوق، تخرخيش. واحد شويه المكالمه هنايا تقطعات. ياسين بقى كيسمع بلوكين بلاصتو، كيحاول يفهم، كيقول واش كنتخايل اولا كان حلم اولا شي واحد كيضحك عليه. واحد شويه كتوصل له واحد الميساج مكتوبه فيها علاش خليتيني. والصدمه ان ياسين هذه هي اخر جمله اللي كان سمع هو وخوه ملي كانوا كيدابزوا قبل عام. صافي هنايا بقى مبلوكي وتاكد بلي ان خوه هو اللي كيدوي معاه. هو صيفط له ميساج، قال له هادشي اللي بغيتي، ها انا دابا بوحدي وانت السبب. وهنايا الكارثه ان البيت ما بقاش كما كان، ولا بارد، وداك الضو كما كنعرفوا حنايا ديما كيتطفى ويشعل، الباب كتفتح وترجع تسد. وهنا عرف بلي ان ياسين ماشي بوحدو وبقى غير جالس وما قادرش يتحرك، والخوف اللي شدو خلى رجليه يفشلو. واحد شويه التليفون عاود صونا بنفس الرقم اللي اتصل به في الاول. هنا ياسين جاوب هاد المره بسرعه وبدا كيدوي، قال له واش واحد كيضحك عليا ولا انت امين؟ شنو بغيتي مني؟ واش انا دفن؟ كيقولوا انا حنا دفناك بيدينا وانت شنو باغي مني؟ هنايا الصوت جا مجهد شويه هاد المره وقال له رجع ليا في نفس اللحظه. كيفاش رجع ليا في نفس اللحظه؟ رجع في نفس اللحظه اللي كنا فيها. ياسين سمع هاد الصوت وبدا كيحس شي واحد اللور جاي بشويه، حس بشي نفس موراه. صافي واحد شويه حس بلي انه موراه شي واحد وقريب ليه بزاف، وقال له انا دابا معاك. قال له انا دابا معاك، وداكشي كامل اللي درتي فيا غادي نردو لك. ياسين كيحاول يدور ولكن ما قدرش، الجسم ديالو مجمد، يشوف شكون اللي كيدوي وشكون اللي كيهضر، ولكن العينين ديالو كيمشيو لواحد المرايه اللي كانت عنده في اليمين، وشاف ان شي شخص موراه والعينين ديالو خاويين ولكن نفس الملامح ديال الام. واحد شويه سكات. صافي الصباح طلع ولكن ياسين كيشوف كلشي اختفى، ما بقاش داكشي اللي كان. صافي بدا كيتصل بالام ديالو، بالاب ديالو، بواحد الاخت ديالو، هذاك كيقول له اتصل بهذا الرقم، وقال له حتى حنايا هاد الليله هادي اتصل بينا هذا الرقم، ونفس السيناريو اللي شتي انت والصوت اللي سمعتي انت سمعناه حتى حنايا. هنايا قرروا انهم غادي يتجمعوا وغادي يشوفوا شي حل. صافي هنايا التجؤوا لواحد الفقيه، مشاو عند داك الفقيه قال لهم بلي انه امين باقا الروح ديالو ما مرتاحاش، خصكم تمشيو للقبر ديالو وطلبوا منه السماحه وديروا عليه صدقه وتصدقوا وتمشيو حتى لعند داك مول
الشخص اللي وقع له الحادث ويطبق واحد الشروط، وهنا الشروط ما عرفهمش، ما نكذبش عليكم باش ما نشاركش معكم في حاجه واحده اخرى. هذا ما كان الدراري. ودابا انت الا جاك اتصال من رقم شخص كتعرفوا نتايا ولا هذا ميت، واش غادي تجاوب ولا لا؟ قولوا لي نتوما شنو تخيلوا معايا نتوما السيناريو توقع لكم، انا بالروج ولا غنتبلوكا. المهم الا وصلتوا حتى لهنايا، عجبتكم القصه ديال امين وياسين، وهاد القصه هادي كانت تقريبا في 2007 وقعت. كتبوا لي في كومونتير وقولوا لي واش كتامنوا نتوما بهذا الشيء، واش القصه تقدر تكون حقيقيه او لا. المهم كنشاركها معكم ونعيشوا القصه. وشكرا لكم، ما تنساوش المتابعه وتسناو الفيديو ان شاء الله.